يا مساء يا أساطير اتش دي أكشن. مجرد شاب بسيط دخل السجن ظلم وخرج وحش بيدور على اللي خانوه وسابوه للشارع ياكله. راجع يدمرهم واحد واحد. ده مش انتقام، دي محكمة شوارع. معاكم سام من تيم اتش دي أكشن، ويلا بينا. وبيبدأ فيلمنا مع بيبرس وهو متكلبش من الشرطة، وبنعرف انه مسجون وواخدينه للمستشفى، وبيعرفوه انه امه ماتت وبيدخلوه المشرحة وبيوروه جثتها، وبنلاقيه خلص على رجال الشرطة في الاسانسير وبيهرب منهم. وبيطلع بيبرس على حانة في المدينة، لكن الحراس بيكونوا عاوزين يمنعوه يدخل، فبيضربهم بعنف وبيدخل وبيطلب مشروب وبيقعد، وبيكون باين عليه انه ناوي يعمل حاجة خطيرة. وبيكون في مجموعة شباب بيفضل مركز معاهم ومع كلامهم، وبيسمعهم وهم بيتكلموا عن مواضيع فاتت بخصوص قتل زميلهم روك. وبنعرف هنا ان اللي قتله كان مجهول وهم مش قادرين يحددوا مين اللي عمل كده. وبيكون في شاب منهم اسمه ميكي بيقول انه كان موجود هناك وحاول ينقذ روك، وانه كان شايفه وهو بيقاوم اللي بيحاول يقتله، وانه حاول يطارد الشخص ده ويمسكه لكنه فشل. فبنلاحظ ان بيبرس بيضحك بسخرية على كلام ميكي وبيقول انه كذاب وانه ما عملش كده. فبيتعصب ميكي علشان بيتحرج قدام زمايله. وبنعرف ان بيبرس عارف الحكاية بشكل واضح، وبيحكي كل حاجة بالتفصيل عن اللي حصل ليلة موت صاحبهم روك، وبيقول لهم ان ميكي ده كذاب وانه كان موجود فعلا لكنه خاف وجري بعيد لما شاف زميله بيموت قدام عينيه. فبيفضل ميكي يزعق معاه وبيسأله وانت تطلع مين بقى علشان تقول كده وبتعرف الموضوع ده ازاي؟ فبيصدمهم بيبرس وبيقول لهم ان هو اللي قتل روك زميلهم، فبيتصدموا من كلامه. وفي اللحظة دي بيدخل عليهم الحراس اللي ضربهم بيبرس وهو داخل للحانة، ولكن بيبرس بيقوم وبيضربهم تاني وبيرفع عليهم السلاح وبيهددهم كلهم، وبيقول انه جاي علشان يقابل زعيم العصابة بتاعهم واللي اسمه جون، وبيقول ان في حساب قديم بينهم وعاوز ينتقم منه. وبنعرف ان هو ده اللي دخله السجن. وبيجي جون وبيتفاجئ لما بيشوف بيبرس وانه رافع على رجالته سلاح، ولكن جون بيتريق عليه وبيسأله انت ازاي بره السجن دلوقتي؟ لكن بيبرس بيقول له انه هرب مخصوص علشان يجي ويخلص عليه، وبيروح يقفل الابواب علشان يستفرد بيه وبرجالته ويقتلهم واحد واحد. فبيحاول واحد منهم انه يتهجم على بيبرس، لكن بيقدر بيبرس يضربه بالنار في رجله، وبيهددهم ان المره اللي جايه هيضرب في الراس على طول. وبيقول لهم يطلعوا التليفونات اللي معاهم ويحطوها في الازازه دي، فبينفذوا اللي قاله وهم خايفين منه لانه شكله متهور جدا. وبيفضل ميكي يجادل مع بيبرس وبيقول له انه مخمور ومش في وعيه وانه كذاب ومش هو اللي خلص على روك. فبيطلع بيبرس الكيس من جيبه وبيقول لميكي افتحها وشوف اللي جواها، وبيتفاجئ ميكي انها ايد روك، وبيكون عرفها من الوشم اللي كان رسمه، وده بيبقى الدليل انه هو اللي فعلا خلص عليه. وبنت من اللي شغالين في الحانه بتطلب منهم يهدوا، وبيطلب جون من بيبرس يشرب كاس ويتكلموا بهدوء. ولما جون بيستفز بيبرس بالكلام بيضربه على وشه وبيهدده بالسلاح، وبيطلب منه يطلع تليفونه ويكلم شريكه ويخليه يجي ضروري دلوقتي والا هيتهور ويقتله هو ورجالته. وفعلا بيتصل جون بشريكه، وبنعرف ان ده الزعيم الكبير وبيكون اسمه هاتريك، وبيطلب منه جون انه يجي الحانه دلوقتي. وبعدها بياخد بيبرس التليفون منه وبيخليه يقعد، فبيساله جون بكل برود عن سبب الجروح اللي في وشه. فبيحكي بيبرس عن اول مره شاف فيها هاتريك وانه كان جاي يومها مع اخوه. وبنرجع للماضي قبل ما كان بيبرس يعرف العصابه دي، وبيقول ان ايامها كان كل غرضه انه يجمع فلوس علشان محتاجها العمليه لامه اللي بتكون مريضه بالسرطان. وبنعرف انه كان ملاكم شاطر جدا وكان بيتراهن عليه، فبتستغل العصابه الموضوع ده وبتتفق معاه انهم هيراهنوا عليه انه يخسر، وبيقولوا له تخسر نفسك وهنديك نسبه محترمه تعالج امك. فبيقرر انه ما يجيش القتال خالص، ولكن بنعرف انه كسب القتال برضه والفلوس بتروح عليه. فبيقول له جون على فكره تانية وانه يسرق شنطه فلوس من بنت، وبيضطر بيبرس يوافق علشان محتاج الفلوس. فبيروح بيبرس وبيسرق البنت، فبتجري وراه وعربيه بتخبطها وبتموت، وبسبب كده دخل السجن وحياته اتدمرت بسبب غلطه ارتكبها علشان احتياجه للفلوس، وان ناس اشرار زيهم استغلوا احتياجه. وبيكون كان كل اللي فارق معاه ساعتها انه يقدر يخرج من السجن ويبدا حياه كويسه، ولكن اللي بيحصل غير كده، وانه بيتعرض لمشكله كبيره مع واحد كان قديم جدا في السجن، وانه كان دايما بيتخانق مع بيبرس علشان مستجد. لكن في مره بيبرس بيمسكه وبيضرب فيه بكل عنف، وبيجي زمايل الراجل ده وبيتكاتروا عليه وبيضربوا فيه كلهم بكل عنف ووحشيه لحد ما بيكسروا له اسنانه بالشكل ده. وبعدين بيجي حراس السجن وبيشيلوه، ولما بيكشفوا عليه بيعرفوا الدكتور ان حالته خلاص بقى ميؤوس منها وهيعيش باسنان حديد ولازم يغيرها كل فتره. وبنشوفه هو قاعد مع والدته اللي كانت بتزوره في السجن، ودايما كانت بتواسيه وبتقول له انها جنبه ومسامحاه على كل حاجه عملها، وبتتمنى انه يخرج من السجن بخير ويعيش في سلام وينسى اللي مر بيه. لكن بيبرس بيعرفها انه مش هيسيب حقه من الناس اللي
اللي وصلوه للمكان ده قبل ما يرجع لحياته الطبيعية من تاني. وبنشوف بيبرس وهو بيتدرب كويس وبيبدأ انه يتعود على حياته الجديدة في السجن، وبعدها بنشوفه وهو بيتعارك مع المساجين، ولكن الحراس بيدخلوا وبيضربوه. وفي يوم بيجي مدير رعاية المساجين وبيقول لبيبرس ان مدة سجنه هتطول بسبب خناقاته الكتير في السجن، فبيتعصب بيبرس جدا وبيفضل كل يوم يتدرب كويس علشان ناوي على انتقام كبير من كل اللي وصلوه للمشاكل دي. وبيقول لهم بيبرس انه مسكتش عن حقه مع الناس اللي في السجن وانه طلع كل عصبيته فيهم، وبيفضل يضربهم بكل عنف وشراسة كل ما بيحس انه مخنوق ومتضايق. وبيقول لهم انه بقى يوميا يتخانق مع كل المساجين اللي معاه، حتى الحراس بتوع السجن بقى يضرب فيهم بكل عنف وانتقام. وفي مرة قتل واحد من المساجين علشان كان بيحاول يطعنه بالسكينة في جنبه، وبيبقى منظر قتل المسجون كان مرعب بعد ما طعنه بالسكينة في بطنه اكتر من طعنة، وانه بعدها ضربه على راسه. وده اكبر سبب اللي خلى مدير رعاية المساجين يحاكمه باقصى عقوبة في السجن ومدته بالطول اكتر. وبيبان قد ايه بيبرس كان كل يوم بيزيد غل وعنف من اللي وصلوه لكده، وبيبقى بيتمنى يوم خروجه من السجن علشان ينتقم من كل واحد وصله لكده بسبب احتياجه للمال. وبيقول لهم ان اول مرة يحس بالوجع كان وقت ما سرق شنطة البنت، وكانت بتجري وراه وبتعيط لحد العربية ما خبطتها، وانه ساعتها فضل واقف يشوف منظرها وهي مش قادرة تتحرك من مكانها وبتكون بتموت قدام عينيه. وساعتها الشرطة بتيجي وبتسجنه، وانه بيكون ندمان على الحال اللي وصل له ده، وانه ازاي بقى مجرم كده بعد ما كان انسان رياضي وكويس. وبيقول لهم انه حس ان القدر ابتدى ينتقم منه بسبب ذنب البنت دي، لانه اول ما راح القسم كان المفروض الطبيعي يتعين ليا محاكم حقي كمواطن، ولكن الضابط بيصدمني وبيقول لي ان البنت ماتت بسببك وانه هيتحكم عليك على طول بدون محامي وموقفك سيء جدا في القضية. وبيسأله الضابط عن سبب سرقته للبنت دي وليه هي بالذات، ولكن بيبرس بيرفض يقول اي حاجة للضابط. فالضابط بيقول له لو ما اعترفتش هيجيلك محقق تاني يعرف منك كل حاجة غصب عنك. ولكن بيبرس مش بيفرق معاه، وفعلا بيخش على غرفة تانية وبيجيله محقق عنيف وبيعذبه اقوى تعذيب، وبيضرب فيه بكل عنف في وشه وفي بطنه وبالرجل في دماغه، وهو متكلبش مش قادر يقاوم اي ضرب منه. والمحقق بيوعده باقوى عقاب ليه على اللي عمله ده، ولكن برضه بيبرس بيكون ساكت مش بيتكلم معاه، وبيفضل مستحمل كل حاجة وهو بينضرب، مش قادر حتى يدافع عن نفسه ولا قادر يعمل معاه اي حاجة لانه كان قوي جدا عليه، وبيضربه ضرب شديد جدا. وفي الوقت ده بيقطع كلامه هاتريك اللي بيكون وصل وبيخبط على الباب، فبيدخله وبيأمن نفسه كويس جدا منه ومن اللي معاه، وبيخليهم يسيبوا تليفوناتهم واسلحتهم ويقلعوا بناطيلهم علشان يتأكد انهم معهمش اي اسلحة تانية. وبيعاتبهم بيبرس وبيعرفهم ان نهايتهم كلهم هتكون على ايده، لان هم اللي دمروا مستقبله وعملوا منه قاتل ومجرم غصب عنه، واستغلوا فقره وعجزه واحتياجه للفلوس علشان خاطر امه المريضة. فجون بيقول له على فكرة بسبب غبائك وعصبيتك هي اللي وصلتك لكل ده، وانك لو كنت قادر تسيطر على نفسك ما كانش حصل فيك كده. لكن بيبرس بيطلع غله فيه وبيضرب هاتريك وبيوعده انه هيخلص عليهم واحد واحد هنا في الحانة، وانه مفيش حد هيخرج من هنا حي مهما حصل حتى لو هاخد اعدام بعدها. وفي الوقت الماضي لما كان بيبرس في السجن بنشوف بيبرس وهو بيقدر يوصل للمحقق اللي كان بيعذب فيه وبيضربه بوحشية، وبيقدر بيبرس انه يستفرد بيه في الوقت المناسب بعد ما خرج من السجن. واول حاجة عملها راح وانتقم منه اشد انتقام، وبيحكي انه اول ما دخل عليه بيعرفه بنفسه وبيقول له انا بيبرس اللي كنت بتضربه وهو متأيد وعاجز ودلوقتي بقيت حر. فالمحقق بيستعد له بعضلاته القوية وبيبدأ الضرب بينهم بضربة من المحقق لبيبرس، ولكن بيبرس بيضربه بكل عنف وغل على وشه وبيكسر في جسمه كله، ولكن المحقق بيفضل يعافر وبيضرب في بيبرس برضه. ولكن بيبرس بيقدر انه يديله ضربة قاضية في وشه وضربة قوية بالرجل في دماغه، لكن المحقق بيمسك حديدة وبيضرب بيبرس في صدره، بس بيبرس بيقدر انه ياخدها منه وبيضربه على وشه بكل عنف وبيديله ضربة قاضية تانية على راسه، وبيقدر يخلص عليه المرة دي وبيقع المحقق قدامه جثة هامدة. واول ما بيسمع هاتريك الموضوع ده منه بيخاف وبيتوتر، لكنه بيقول لبيبرس انت بتقول كده علشان نخاف منك ومن انتقامك لينا ونعمل لك حساب. فبيقول له بيبرس ما تتسرعش على قضاك، انا مش هنتقم منكم وبس، ده انا هكفر عن كل ذنبي وغلطاتي فيكم. ولكن بيفضلوا يعصبوا فيه اكتر وبيقولوا له كلام ملوش لازمه، وبيجيبوا سيره امه وبيقولوا انها اكيد ارتاحت اكتر لما دخل السجن، وانك اكيد كنت عبء ووجودك كان حمل تقيل عليها. وجون بيفضل يزود في الكلام اكتر وبيشتمه، لكن بيبرس مش بيقدر يتحمل اكتر من كده وبيفقد اعصابه وبيفجر راسه بالسلاح اللي معاه. ودي لحظه التحول من التنمر للرعب، وكلهم بيتصدموا من اللي حصل. وبعدها بيستفزه هاتريك وبيقول له حتى لو قتلتنا واحد واحد فانت كده كده ميت وخسرت كل حاجه. فبيقول له بيبرس انا لما خدت تليفونك فتحته وصفرت لك حساباتك كلها في البنوك وحولتها على رقم حساب تاني، وبيقول له انه كده لا انت ولا عيالك ولا اي
اي حد في حياتك هيعرف يستفيد من فلوسك بعد ما تموت، وانك بعد كل تاريخك الاسود ده في الجرايم بقيت مجرد صفر ومش معاك ولا مليم. واول ما بيسمع هاتريك الكلام ده بيتجنن وبيتصدم وبيتعصب جدا، وفي اللحظه دي بيقوموا كلهم وبيغفلوه وبيضربوه بعنف وبيتكاتروا عليه، لكن بيبرس بيقدر يصد الضربات من كل واحد فيهم وبيحاول يفلت منهم، لكن بيخبطوه خبطه جامده على وشه. ولكن بيبرس بحلاوه روح منه بيقدر يقاوم معاهم ويعافر، فالبنت اللي شغاله في الحانه بتحدف لهم حديد علشان يضربوه بيه ويقتلوه، لكن بيبرس باستماته منه بيقدر انه يقاوم بشده وقتاليه معاهم، وفعلا بيقدر انه يضرب واحد فيهم جامد وبيركز على الضرب في الراس. فبيهرب ميكي الجبان زي ما هرب قبل كده وقت ما كان بيبرس بيقتل في صاحبه روك، وبعد شويه بيظهر من تاني ميكي وبيكون جايب رشاش علشان عاوز يغربل بيبرس، ولكن بيحوش عنه الطلقات واحد من العصابه بالغلط وبيموت هو بداله، وبيقدر بيبرس انه ياخد منه السلاح وبيضرب فيهم بيه، ولكن الخزنه بتخلص منه، فبيحاول انه يخلص عليهم واحد واحد ويضرب فيهم باي حاجه تيجي في ايده علشان بيبقى عددهم اكتر عليه، وبرغم ده بيقدر بيبرس انه يخلص عليهم كلهم واحد ورا التاني، ومنهم ميكي الجبان وده اللي بيقتله بيبرس بكل سهوله، ومش بيتبقى غير هاتريك والبنت اللي شغاله في الحانه. فبيحاول هاتريك يسايسه ويتفاوض معاه وبيقول له انت ليه عاوز تدمر مستقبلك مع ان في ايدك تعوض نفسك عن كل الايام الوحشه اللي مريت بيها. فبيعمل بيبرس مشروب وبيقعد قدامه وبيقول له علشان طول ما انا عايش عمري ما هنساكم ولا هنسى ذنب البنت اللي ماتت بسببي، اللي انا بقيت بحس ان حياتي اتلعنت بسبب موتها ونفسي ارتاح وابرد ناري. فبيحاول هاتريك يغفل بيبرس فجاه وبيضربه بالنار، بس حظه الاسود ان السلاح بيطلع فاضي، فبيضرب بيبرس فيه بكل عنف وبيحاول هاتريك يعافر ويصد، فالبنت اللي شغاله في الحانه بتناوله سكينه علشان يخلص بيها على بيبرس، لكن بيبرس بيقدر يقاومه وبيمسك السكينه منه وبيغرزها جوه جسم هاتريك، فبينزف دمه على الارض وبيموت. فالبنت بتكون خايفه ومرعوبه قوي لبيبرس يعمل فيها حاجه هي كمان، لكن بيبرس بيفاجئها وبيبص لها بكل اسف وبيعتذر لها على الفوضى والدوشه اللي عملها في المكان، وبتكون مصدومه ومش عارفه تتكلم تقول ايه، فبيسيبها وبيمشي. وبعدها بنشوف بيبرس وهو خارج من الحانه وبيكون مش قادر يسيطر على وجع جسمه كله، وبيحاول انه يتماسك لحد ما بيقع في مكان وبيفضل يفكر فيه على كل اللي حصل، وانه للاسف بعد ده كله في الاخر ما قدرش يعمل حاجه لنفسه ولا لامه اللي ماتت بقهرتها ومرضها، وبيكون بيفكر في انه ينهي حياته. وبكده خلص فيلمنا يا اسطوره. سلام.